بيقول لك الزمالك متصدر جدول الدوري دلوقتي، بس في حاجات غريبة جدا. الزمالك متصدر جدول الدوري ب 40 نقطة. الزمالك عنده أفضل لاعب، عنده أفضل مهاجم، عنده أفضل مدافع، عنده أفضل مدرب. والزمالك ناقص له ماتشين. الزمالك ناقص له الاتحاد السكندري ومباراة مع إنبي. نيجي لتاني متصدر الدوري بيراميدز، عنده هداف الدوري المصري، عنده افضل حارس عامل كلين شيت في الدوري المصري، عنده مدرب محترم جدا 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 وما بيهداش، من افضل المدربين او تاني افضل مدرب في الدوري المصري. الزمالك ناقص بيراميدز ناقص له ماتشين، ماتش مع البنك الاهلي وماتش مع حرس الحدود. نخش على ثالث الدوري، النادي الاهلي برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بيراميدز، ولكن عنده ورنيش، عنده ضاحك محمد ضاحك، عنده محمد المنشاوي، عنده احمد نبيل توتة، عنده كابتن يس خرب، عارف انت الخرب. ناقص له ماتشين، ماتش مع المقاولين وماتش مع طلائع الجيش. الحاجات الغريبة جدا يا جماعة والمتوقعة ومش عارف اجيبها لكم ازاي، ان نادي الزمالك هيتعثر وهيقع في ماتش من الماتشين لو ما كانش الماتشين، وبيراميدز هيتعثر وهيقع في ماتش من الماتشين ده لو ما كانش الماتشين، والاهلي هيقع في ماتش من الماتشين لو ما كانش الماتشين. يعني كده الصدفة الغريبة والحاجات الغريبة اللي هتحصل يا جماعة ان الثلاث أندية هيقعوا في الماتشين اللي جايين، وهيفضل متصدر الزمالك. والله أعلم والعلم عند الله يا جماعة. كل الناس يقولوا في الكومنتات الكلام ده هيحصل والزمالك هيفضل متصدر الدوري ولا مش هيحصل والأهلي هو اللي هيتصدر الدوري. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعة.